لما تروح دهب تنسى حوار النوم ده خالص. طبعا تاني يوم هو اصعب يوم، محتاج طاقه بطريقه مش طبيعيه لان انت بتعمل حاجات كتير جدا. طبعا صحينا تعبانين ومفرهدين من قله النوم، بس مفيش وقت للراحه، وطلعنا على اول حاجه على البلو هول. والبلو هول مشهور في العالم كله ان هو نقطه مهمه جدا للدايفنج بسبب المياه النقيه والكائنات البحريه، وانا شفت اخطبوط وانا بعوم. بعد كده بتاخد مركب من البلو هول عشان تروح للبلو لاجون، ودي من امتع التجارب اللي خدتها في دهب. لما توصل ابو جالوم هتقعد ساعه او ساعه ونص عشان تعمل سكوب، بس انا من رايي ان ابو جالوم ما يستاهلش اللي انت تقعد فيه، واللي انت الافضل تطلع على البلو لاجون على طول. بعد كده تاخد عربيه نص نقل عشان تروح للبلو لاجون، وهو من اجمل وانقى المياه اللي شفتها في مصر، والمياه شكلها جميل جدا، تحس ان انت فعلا في المالديفز. والجميل في ده ان انت حتى بتستمتع بالطريق، وانت طول ما انت رايح او راجع دايما بتشوف الجبال والمياه في كل حته. بالليل طلعنا على وادي ستارز، والصراحه فايبز كانت شبابيه وجميله جدا، بس انا كان هدفي مش القعده، كان هدفي ان انا اطلع الجبل واشوف الفيو من فوق عامل ازاي. والصراحه التجربه خطر جدا لان انت بتطلع الجبل بالليل والظروف بتبقى صعبه جدا ومفيش اضاءه، بس الجميل في الموضوع ان السما بتبقى واضحه جدا لان مفيش انوار والفيو من فوق خيال. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل فولو عشان تشوف الفيديوهات الجايه.